بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل ما تعانيه بلادنا من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة، وما يواجهه الوطن من تحديات خطيرة تمس أمنه واستقراره ووحدة ترابه، نؤكد أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولا، وأن ليبيا تستحق حلولا واقعية تقوم على توافق وطني صادق يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وانطلاقا من مسؤوليتنا اتجاه حاضر ليبيا ومستقبلها نعلن رفضنا لاستمرار دوامة التجاذبات السياسية وتبادل الأدوار ومسارات التسويات القائمة على المصالح والطموحات الشخصية والحزبية والجهوية، ونرى أن طريق الأمن لعبور ليبيا نحو الاستقرار الدائم هو الالتفاف حول المبادرة الوطنية التي دعا إليها ولي العهد سمو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، باعتبارها أساسا لتحقيق الوفاق الوطني ومعالجة الأزمة السياسية والدستورية في إطار دستور الاستقلال وبرعاية الملكية الدستورية كمرجعية ضامنة للاستقرار والحياة الدستورية السليمة. وعليه فإننا نحن المجتمعين من أبناء مدينة زليتن ومن تنامي الحراك الملكي في المدينة نعلن تأسيس تنسيقية الحراك الملكي بزليتن للعمل على تحقيق مشروع عودة المملكة الدستورية التي تكفل الحقوق السياسية والاقتصادية وتحقق العدالة الاجتماعية والازدهار. كما ندعو بعثة الأمم المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم هذه المبادرة المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي في بناء مملكته الدستورية الثانية. عاشت ليبيا حرة موحدة. صدر في زليتن يوم السبت 18 صفر 1448 الموافق 1 أغسطس 2026.